السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم من جديد في القناة المتنوعة أم فردوس، اللي هي القناة ديالكم وكتكبر بكم. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الخبز ديال البانيني بالحشوة ديالو، اللي صراحة كيجي هائل وفي قمة الروعة، وغادي ينفعكم إن شاء الله الكوتي ديال وليداتكم والعشاء اللي كيكون عشاء خفيف. وكذلك حتى في رمضان حاولوا تدونوا عندكم هذه الوصفة وخبيوها عندكم حتى رمضان ان شاء الله، راه غادي تفكروني وغادي ان شاء الله تفيدكم بزاف. بالنسبه هنا المكونات هما الاولين باش غادي نبداو بالحشوه. بالنسبه للحشوه غناخذوا قطع من اللحم، هنا يمكن لكم تعوضوهم بالدجاج او بالدجاج الرومي اللي هو بيبي، ويمكن لكم كذلك تعوضون بالكفته. عندنا قزبر ومعدنوس، شويه ديال الكمون، خيزو محكوك اللي هو الجزر، مليحه على حسب الذوق، البصله كذلك مقطعه مربعات صغار، والتحميره اللي هو الفلفل الاحمر، والفلفل الاسود كذلك اللي هو الابزار. يعني هنا التوابل على حسب كل وحده وكيفاش بغاتهم. وعندنا كذلك هنا الفلفله الحلوه اللي مقطعه لينا مربعات صغار، وبطبيعه الحال كذلك زيت البلديه وزيت المائده. وضفت شويه ديال الثومه، يعني غير نص ضريس ديال الثومه حكيته هنا اختياري. من بعد غنشحروا جميع المكونات وغادي نخلوهم يبردوا معنا. كيف ما غادي ندوزو ان شاء الله للعجين. بالنسبه هنا العجين راه تقطع ليا المقطع تحذف معايا. بالنسبه هنا المكونات اللي حضرت في هذا العجين اللي ما عمرها غادي تخطاكم نهائيا في جميع يعني المعجنات اللي كتبغوا تستعملوا، خبز بانيني او الكومير او اي بيتزا كذلك حتى هي راه كتجي زوينه. خدينا هنا 600 غرام ديال الدقيق الابيض، ما يعادل 6 الاكواب، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه اللي هي خميره العجين، ومعلقه صغيره ديال الملحه، 2 معالق كبار من الزبده، كذلك معلقه صغيره من السكر هنا غير باش يتحمروا معنا دغيا. وضفنا كذلك كأس كبير ديال الحليب الدافئ، وكملنا بالماء الماء الدافئ كذلك. من بعد خلطنا جميع المكونات، خليناهم حتى خمروا، غطيناهم بواحد البلاستيك شتو كنت مغطياهم. من بعد ان شاء الله هنا غندوزو للعمليه ديال الكويرات. غادي نعملوا كويرات من العجين. حاولوا تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل ما هو جديد. غير سمحوا لي على المقطع اللي تحذف لي ديال العجين، غادي ان شاء الله نشاركها معكم غير بوحدها ان شاء الله مره اخرى. انا كيسحب لي التليفون كيصور وهو راه كان واقف على التصوير. المهم غادي نقطعهم، يعني راه شرحت لكم ولو ما كاينينش راه شرحت لكم الطريقه. من بعد هنا كنكوروا كويرات صغيره على هذا الشكل. نتوما كتشوفوا الحجم ديالهم. دائما الاستعانه بشويه ديال الدقيق. غادي نحاولوا حتى نكملوا ان شاء الله جميع الكويرات اللي عندنا، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما سالينا جميع الكويرات حاولوا يعني تقرصوهم غير شويه وتغطوهم على هذا الشكل باش دغيا يخمروا معكم. الا ما كنتوش زربانين بلا ما توركوا عليهم، يعني غير كوروهم وغطوهم. الا ما كنتوش زربانين، انا هنا زربانه راه وركت عليهم شويه. شوفوا يعني راه ما خدوا معايا حتى دقيقه نهائيا وطلقوا معايا. شوفوا ما شاء الله كيف كيطلقوا معنا بكل سهوله. انا هنا راه كنصور بيد وكنخدم بايد. شوفوا ما شاء الله راه هادو ديروهم وعينكم مغمضين وراه غادي ينجحوا معكم ان شاء الله من المرحله الاولى. من بعد غادي نقرصوهم على هذا الشكل. هما راه باقي غادي يخمروا معنا. يعني هاد العجين راه ديال 10 دقائق راه دغيا كتوجد دغيا، يعني ما كتعطلش معكم لا في الخموريه ديالها ولا الحال بارد. انا دائما هذه هي العجين عندي المعتمد. من بعد ما سالينا كامل الكراس ديال الخبيزات ديالنا الصغيورين على هذا الشكل، يعني الحجم اللي بغيتو يمكن لكم تصغروهم على هذا الحجم او تكبروهم على هذا الحجم. انا هنا راه درتهم صغار، غير مع الكاميرا كيبانوا لكم كبار حيت مقربه ليهم التصوير. من بعد غادي نغطوهم ان شاء الله ونخليهم يخمروا واحد 5 دقائق،
وندوزو كذلك للحشوه باش تشوفوا كيف تحصلنا على الحشوه. ما شاء الله واحد الريحه طالعه منها، يا سلام. داك اللوغو ديال الفلفله مع خيزو اللي هو الجزر والبصله واللحم صراحه راه عطاو واحد اللوغو اللي رائع بزاف. تشميها من الراس ديال الدرب هاد الحشوه. من بعد ان شاء الله هاد البيضه اللي وريتكم غادي نستعملوا بها المايونيز. من بعد هنا ما خمروا معنا خدينا الاله ديال البانيني، غنحاولوا ناخذوا شويه ديال الزيت نرشوا على هذا الشكل، يعني غير شويه ولا دهنوهم من الفوق لتحت الخبيزات، وحاولوا تعملوهم في الاله ديال البانيني. انا هنا كتهز ليا 4 ولكن انا كندير غير 3 باش نحاول نتفادى داك التلصاق ديالهم. صراحه راه هاد الخبز راه كيجي رائع بزاف وغادي ينفعكم حتى مع الوليدات ديالكم. يمكن لكم تعملوا هاد الخبز وتوضعوه في المجمد الوقت اللي غادي تبغوا تحضروه لوليداتكم، يكون طيب على هاد الشكل، وغادي تحاولوا تعمروه وطيبوه ولا كتكملوا ليهم الطياب ديالهم، ومن بعد كتعمروهم وكتعطوهم ليهم الكوتي ديالهم. حتى هما صراحه راه كينفعوا بزاف. من بعد ما كيتحمروا لينا الجوانب كنحاولوا نوضعوا يعني من بعد ما كيتحمر لينا الوسط كنحاولوا نوضعوا هذوك البلايص اللي تحمروا لينا في الجوانب، والبلايص اللي ما محمرينش كنحاولوا نوضعوهم هنا في الوسط ديال البانيني، حيت الوسط دائما ديال اي حاجه هو اللي كيكون دغيا كيطيب لينا. غنستمروا فيهم في الطياب ان شاء الله حتى كنطيبوهم. من بعد هذا هو المايونيز ديالنا اللي كنتحصلوا عليه اللي هو عاقد. شوفوا ما شاء الله كيفاش الكاس ديال مونينيكس راه كان مقلوب وما كطيحش معنا نهائيا، كيجي عاقد وحسن من ديال الزنقه. شوفوا ما شاء الله كيف عاقد، يعني راه ما كيبغيش يهبط معنا باي سهوله، يعني صعوبه باش كيهبط من الملعقه او من الطراب اللي هو آلة مونينيكس. من بعد خدينا هنايا الخس اللي غسلناه مزيان، خدينا المايونيز، خيزو كذلك اللي هو الجزر حكيناه، ومطيشه قطعناها مربعات. يعني هنا الحشوه كتبقى اختياريه، ماشي بالضروره ديروا هادشي اللي درت انا، يعني اي حاجه عندكم في المنزل ديالكم راه غادي يعني ديبانيو بها الوقت وصافي، وكيجيو زوينين بزاف. يعني الاهم هو غير تكون الحشوه زوينه. حتى الاخوات اللي ما كياكلوش اللحم يمكن ليهم يستغناو على اللحم او على الدجاج او على الكفته، ويمكن ليهم يوضعوا غير الثوم حتى هو راه كتجيبيه زوينه. من بعد هنا خدينا المايونيز دهنا به الخبز ديال البانيني ديالنا، وضعنا فيه الخس، وضعنا كذلك الشرموله، وضعنا كذلك مطيشه والخس. يمكن لكم هنا توضعوا حتى الفرماج او خطوط من المايونيز في الفوق. هنا راه الحشوه كنت عازله كل خبيزه والحشوه ديالها، حيت الابنه ديالي هنا كانت كتعاونني، وكنخاف بان تعمر لي وحده بزاف وحده لا، وكان يعني كنصايب ليها كل خبيزه وشنو غيدار فيها، وكتعاوني ما شاء الله. الله يحفظها ليا ويحفظ ليا اختها، والله يحفظ لكم جميع الوليدات ديالكم والبنيات ديالكم، والله يهديهم يا ربي. نتمنى ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم والاعجاب ديالكم، كيف ما هي القناه ديالي وهي راه القناه ديالكم حتى نتوما. صراحه راكم عزاز وغاليات، ونتمنى ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم ان شاء الله ما هو جديد، وبارطاجيو الفكره مع جميع الاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده. حيت شحال من وحده كتبغي توجد بحال هكذا الكوتي لوليداتها وكتبقى حايره شنو غادي توجد. هاني